حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. أساتذتي الأفاضل، أبناء الأسرة التربوية لهذه الولاية العامرة، ولاية المسيلة بصفة عامة، والأسرة التربوية لمقاطعة دائرة مقرى، وكذلك الطاقمين الإداري والتربوي لهذه المؤسسة العريقة التي تحمل اسم الصحابي الجليل المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص. السادة كذلكم أعضاء المجلس الشعبي البلدي، السادة الأعيان، السادة الأئمة جميعا كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا صلاة عن نفسي ونيابة عن قطاع الشؤون الدينية لدائرة مقرى، وعلى رأسهم المحترم شيخ نور الدين مباركي إمام مسجد السلام المحاذي لهذه المؤسسة، ونائب هيئة الإقراء على مستوى الولاية وعضو المجلس العلمي لولاية المسيلة. نشكر إخواننا في قطاع التربية والتعليم، وأخص بالذكر الطاقم الإداري والتربوي لهذه المؤسسة على إشراكهم لنا في هذه تأبينية الرجل الطيب والفاضل رحمة الله عليه. الطيب معروف. كلمتي باختصار وجيزة ولن أكرر ما قاله أساتذتي الأفاضل الذين أجدني والله متلعثما وأمام هذه الوجوه التي تتلمذ، تعلمت على أيديهم وعلموني اللغة العربية، كأمثال أستاذي الفاضل سي مسعود شني، والذي علمنا اللغة الفرنسية في هذه المؤسسة العامرة سي عمر شيخي، وغيرهم من علمونا جميع المواد العلمية التي استفدنا منها في حياتنا. جزاكم الله عنا كل خير، وجزاكم الله عز وجل على المسلمين وأبناء المسلمين ألف خير إن شاء الله تعالى. الذي لفت انتباهي أن هذه التأبينية منذ قليل وأنا أتأمل في هذه اللافتة أن وفاة الرجل الفاضل الطيب معروف وذكرى أو تأبينية هذا الرجل تزامنت مع هذا الشهر الذي جعل الجزائريون منه ذكرى للاحتفال والاحتفاء بالعلم والعلماء. رائد الإصلاح والنهضة في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكما سمعت من زملاء الفقيد رحمة الله عليه أن الرجل كان يفكر في إحياء هذه الذكرى ليذكر مناقب هذا الرجل الشيخ عبد الحميد بن باديس، ويحدث أبناءه الطلبة والطالبات بجهد هذا الرجل الذي كان وفيا لوطنه ووفيا لدينه. ولا شك أنه الطيب معروف كان على هذا النهج، كان وفيا فعلا، ولو لم يكن وفيا لما حضرت الآلاف في جنازته، ولما كانت له هذا المقام في قلوب أبنائه وبناته زملائه وزميلاته، حتى مجتمع المدني كل يشهد لهذا الرجل بتفانيه في العمل السير بهذه المؤسسة إلى بر الأمان. وهذا ما خلده، وهذا ما يخلد كل مخلص، وكل رسالته سيذكره أهل السماوات كما قال الأخ أو الإمام منذ قليل أو المدير، يذكره أهل السماء ويذكره أهل الأرض. فالإخلاص أحبتنا. أعطيكم مثال لأنه طولنا على إخواننا. سعد بن أبي وقاص هذا المبشر بالجنة منذ 14 قرنا مرت على وفاته، ولكن اسمه لا يزال يتردد
مؤسسة هذه تحمل اسم صحابي جليل لأنه كان مخلصا ووفيا. الشيخ عبد الحميد بن بديس، هذا الرجل الذي نردد اسمه كل عام ونذكر مناقبه لأنه كان مخلصا. إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى. كل عام في مثل هذا الوقت الناس في موسم الحج يعملون أعمال إبراهيم عليه السلام وأمنا هاجر وإسماعيل، لأنه كان وفيا وكان قدوة. إن وإبراهيم الذي وفى، يعني كثير من الآيات التي تذكر إخلاصه ووفاءه لرسالته. فمهما ويعني متى التزمنا بهذه الخصال الطيبة، متى خلدنا الله سبحانه عز وجل. وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة لفقيدنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الثمر في هؤلاء الطلبة والطالبات وفي هؤلاء الأساتذة والأستاذات. فتح الله عليكم فتح العارفين، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.